يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معانا السيدة شاهندة فتحي زوجة أحمد الجزاوي. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. حضرتك فين دلوقتي؟ انا في مكة. في مكة. ممكن أيوة. تشرح لنا انطباعك ايه على البيان اللي طلع النهارده ان زوج حضرتك كان معاه حبوب مخدرة وهو داخل المملكة العربية السعودية؟ حضرتك احنا بنعرف كل اخباره من التلفزيون، احنا عرفنا حكم السنة والجلد من التلفزيون، ودلوقتي عرفنا موضوع الحبوب المخدرة دي برضو من التلفزيون. احنا ما حدش بيخاطبنا وما حدش بيقول لنا اي حاجة، واحنا ما نعرفش اي حاجة. يعني الاول لما قالوا حكم سنة و20 جلد احنا ما كناش نعرف، ودلوقتي احنا مش عارفين ايه الحكاية برضو، احنا مش فاهمين حاجة. وانا بحاول ان انا اكلم السفارة، ما حدش عايز يريحني، انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل ومش عارفة اي حاجة خالص. أنهي سفارة يا فندم؟ السفارة المصرية؟ السفارة المصرية هنا في السعودية، في القنصلية المصرية. كان امبارح كلمونا وقالوا لنا احنا لسه بندور على مكانه وبنحاول نشوف هو فين وهنكلمك نقول لك. النهارده ما حدش كلمني، بعد انا ما سمعت في التلفزيون الكلام ده كلمتهم عشان افهم منهم، ما حدش ريحني وما حدش قال لي اي حاجة. ما حدش بيرد عليك يعني؟ لا لسه ما حدش رد عليا خالص. انا مستنيه اعرف ايه اللي بيحصل وايه الكلام اللي بيتقال ده. لكن اريد ان اسالك استاذه شيرين، احكي لي عن بدء محاولاتك للتيقن مما حدث لاخوك. المفروض ان هو اختفى من يوم الثلاث، انت ما تعرفوش ايه اللي حصل. تمام. هو كان طالع علشان يعمل عمره. تمام، انا هحكي لحضرتك تسلسل الاحداث لحد ما احنا عرفنا بالصدفه زينا زي اي حد. احمد المفروض كان رايح هو ومراته يعتمروا لمده 10 ايام، من يوم 17 ابريل لحد يوم 27. تمام. راحوا يوم الثلاث، سافروا هناك في مطار جده. اول ما وصلوا هناك وهم قبل ما في مكتب الجوازات منعوه، انه ما عملولوش تاشيره دخول، احتجزوه في مكتب الضابط وسابوه فتره. قالوا لمراته بعد اذنك جوزك هيفضل عندنا، محكوم عليه سنه حكم غيابي، سنه سجن و20 جلده هتتنفذ يوم 27 ابريل. حضرتك عرفتي من خلال ده من خلال تليفوني؟ اتصالي بشاهندة مرات احمد، بس ده بعد فتره. بعد فتره قد ايه يعني؟ الصبحيه النهارده. المهم انا بعديها ده المفروض زميل احمد يعني حضرتك احمد عرفتي بس النهارده الصبح منها المعلومه دي؟ تمام. حضرتك احنا بنعرف كل اخباره من التلفزيون، احنا عرفنا حكم السنة والجلد من التلفزيون، ودلوقتي عرفنا موضوع الحبوب المخدرة دي برضو من التلفزيون. احنا ما حدش بيخاطبنا وما حدش بيقول لنا اي حاجة، واحنا ما نعرفش اي حاجة. يعني الاول لما قالوا حكم سنة و20 جلد احنا ما كناش نعرف، ودلوقتي احنا مش عارفين ايه الحكاية برضو، احنا مش فاهمين حاجة. زميل احمد وهو هناك قدر يكلم زمايله في المكتب محمد نبيل واحمد يوسف، قال لهم انا اعتقلوني هناك بسبب التهمه، بسبب الحكم غيابي. هم مدعين عليا ان انا سبيت الذات الالهيه في احدى القنوات التلفزيونيه. ايه هو الفيديو احنا ما نعرفوش. الذات الملكيه. نعم. ايه هو الفيديو احنا ما نسمعش عنه. ايه هي اللفظ السباب نفسه. ابتديت طيب اقول لهم طيب حاولوا تجيبوا لنا عشان نعرف ايه هو اللفظ ونبتدي نتحرى في الموضوع. هما احمد يوسف ومحمد نبيل اختاروا وزاره الخارجيه من يوم الثلاث ان في مواطن مصري محامي اتقبض عليه وهو رايح يعمل عمره. من يوم الثلاث لحد يوم الخميس حجزوه في سجن جده. من يوم الخميس الصبح عرضوه على الادعاء العام، بعد كده نقلوه لسجن ترمان يوم الخميس. من يوم الخميس اللي عرفوا ان هو دلوقتي اتنقل لسجن زهمان، حاجه كده اسم. مصادر المعرفه المصادر دي انا بحاول اعمل زي الناس، انا بحاول اكلم المحامين هنا زمايل احمد، بحاول هم عندهم اتصالات بمحامين هناك، راحوا السفاره وراحوا بقى القنصليه هناك. القنصل امبارح كلم مرات اخويا قال لها احنا الموضوع كله تحت السيطره، احمد ان شاء الله هيخرج ما بين النهارده او بكره لان هو بريء، والاجراءات دي كلها اجراءات تعسفيه. القنصل المصري كلم شاهندة امبارح وطمنها. القنصل المصري في جده. ايوه. السفاره المصريه هنا في السعوديه، في القنصليه المصريه. كان امبارح كلمونا وقالوا لنا احنا لسه بندور على مكانه وبنحاول نشوف هو فين
وهنكلمك نقول لك. النهارده ما حدش كلمني بعد انا ما سمعت في التلفزيون الكلام ده، كلمتهم عشان افهم منهم، ما حدش ريحني وما حدش قال لي اي حاجه. ما حدش بيرد عليك يعني؟ لا لسه ما حدش رد عليا خالص. انا مستنيه اعرف ايه اللي بيحصل وايه الكلام اللي بيتقال ده. طيب انا من يوم الثلاث لحد يوم السبت الساعه 12 بالليل ما كنتش اعرف خالص عن الموضوع ده كله. بالصدفه البحته انا بفتح النت الاقي خبر اعتقال المحامي المصري احمد الجزاوي. دخلت بصيت ابتديت اشوف في ايه يا جدعان، اخويا اتقبض عليه ازاي. ابتديت اعرف زي الناس. اول سؤال، الخارجيه المصريه عارفه من يوم الثلاث المفروض ان اي حد بيبقى قدامه مثلا دعوه بيوصل للخارجيه وبيوصل للسفاره، بتتبعت الدعوه دي على موطن المدعي عليه، بيته مثلا او بيت اهله، عشان احنا نبتدي ناخد الاجراءات، نبعت محامي نبتدي نشوف الموضوع. طبعا احنا ما عرفناش، احنا عرفنا زينا زي الغرب. النقطه الثانيه هما بيقولوا حكم غيابي و20 جلدة عايزين يطبقوها. طيب 20 جلدة يعني اللي أنا بس عايزة أفهمه إزاي حكم دولة هيتطبق على مواطن في دولة تانية؟ طيب يهمني أحط بين قوسين إنه البيان الصادر من السفارة بينفي إنه في حكم يعني صدر، ومن خلال حديثي أيضا مع سعادة السفير أنا قابلت النهاردة السفير في دقيقة ونص. أولا منعوني إن أنا أدخل في الاجتماع اللي كان فيه أعضاء مجلس الشعب والأحزاب. هم طبعا راحوا بصفة مثلا شخصية لأن هم متحمسين إن في مواطن مصري ومحامي، فهم كلهم متحركين بحيث إن هم عايزين يطلعوا أحمد ويطلعوا كل اللي مع أحمد المعتقلين اللي هناك. حاولت أقول طيب أنتوا رايحين تتكلموا على كل الناس، أنا من حقي أسمع أنتوا بتقولوا إيه جوه لأن أنا أخت أحمد. حاولت أدخل النهاردة السفارة بشكل سلمي جدا. الأمن هناك كانوا عايزين لو سمحتوا انا اخت احمد، لا معلش، وعايزين يزقوا ويوعوا ومش عارفه ايه، كانوا عايزين يمسكوني ويضربوني ومش عارفه ايه ويزقوا. طبعا اخويا الصغير كان معايا وزمايلي كانوا واقفين، قالوا لهم انتوا هتمسكوها ازاي، انتوا يعني ابتدى اللي انتوا هتتعدوا ازاي على واحده بتتكلم. طبعا ما حصلش تعدي. كان في مدير الامن موجود النهارده، قالوا لي طيب اتفضلي ادخلي عندنا في السفاره. دخلوني جوه لمده نص ساعه، اشربي الشاي، لما يخلصوا الاجتماع هندخلك للسفير تقعدي معاه لوحدك. انا مش عايزه اقعد معاه لوحدي، انا عايزه اسمع جوه انتوا بتقولوا ايه، هي مش دي قضيه اخويا، لا مش هينفع تدخلي الا لما يخلصوا. طيب معلش مع احترامي جدا لكل النواب، انتوا ما قعدتوش معايا ولا قعدتوا مع اهالي المعتقلين اللي كانوا موجودين النهارده معانا. الموضوع لما اثار في ناس كتير جدا في حدود، اكتشفت ان النهارده دي الوقفه رقم 48 قدام السفاره بسبب ان في معتقلين مصريين هناك ما حدش اتخذ ناحيتهم اي اجراء تام. طيب انا عايزه ادخل، ما فيش. قمت خرجت من السفاره تاني، طالبت الناس لو سمحتوا بقى انا مش عارفه ادخل، انتوا دلوقتي هي اداه الضغط. انا امبارح رحت اولا استاذ يسري، يجب ان نركز على نقطه في غايه الاهميه. ما حدث في السفاره السعوديه مساء امس وصباح اليوم امر غير مقبول ولا يصح ان الحرمين. انا لست ضد وقوفهم امام السفاره، ومن حقهم الاحتجاج والاعتراض، هذه امور يقبلها اي انسان عاقل، لكن الوصول الى مقر السفاره ورفع الاعلام المصريه على مقر السفاره والكتابات المسيئه والبذيئه ضد المملكه وضد خادم الحرمين الشريفين امر لا اقبله، ولا يصح ان يعني يكون من شيم وطباع الشعب المصري الذي اعرف عنه كل طيبه وكل تقدير وكل احترام. طيب جميل. هذه نقطه. النقطه الاخرى التي ارغب في اثارتها الان موضوع التناقضات والنقاط الهامه التي اثارها سياده النائب، لانها فعلا يعني بتمس جوهر الحقيقه. في اجتماعي اليوم بالدكتور ايمن نور وفي حضور المستشار سامح نقيب الصحفيين سامح عاشور، اثرت نقطه في غايه الاهميه. نقيب المحامين اثرت نقطه في غايه الاهميه، وسالت احد الجالسين امام السيد النائب، قلت له من اين اتيتم بقصه الحكم القضائي الذي صدر في المملكه العربيه السعوديه غيابيا ضد السيد احمد الجزاوي؟ قال لقد سمعنا هذا الامر من مكالمه هاتفيه من زوجته في المملكه. اذا كل القصه التي اختلقت واثارت الراي العام المصري دون اي دليل هي مجرد مكالمه هاتفيه من زوجة المذكور وتبنتها وسائل الاعلام المصريه دون اي سند ودون الوصول الى او محاوله معرفه الحقيقه.
ثانيا يا سيدي الكريم، أنا أوضحت في بيان السفارة اليوم ليس في أنظمة المملكة العربية السعودية ما يسمح لها بمقاضاة أو الحكم غيابيا على أي مواطن غير سعودي ارتكب أي جرم خارج حدود المملكة العربية السعودية. وأستحلفك بالله لو كان هذا هو النهج الذي تتخذه المملكة لكان من باب أولى أن نحكم غيابيا على كل من انتقد المملكة العربية السعودية دون وجه حق طوال السنة الماضية. فلماذا هذا بالذات الذي اختلق هذه القصة الغير مبررة لإثارة الرأي العام المصري؟ طب هل هو الشخص الوحيد، اسمع لي يا أستاذ يسري، هل هو الشخص الوحيد الذي تطاول على المملكة أو على خادم الحرمين الشريفين طوال السنة الماضية؟ فلماذا هذا الشخص بالذات؟ فمصدر المعلومة والحكم عليه بالجلد والعيب في الذات الملكية، ونحن ليس لدينا في المملكة ما يسمى بالذات الملكية، نحن لدينا ملك يسمي نفسه خادم الحرمين الشريفين. كلمة الذات الملكية كنت أسمعها أيضا وأنا شاب صغير في عهد الملك فاروق، يعني قبل أن أولد، لكن في المملكة العربية السعودية ليس هناك شيء اسمه الذات الملكية. فأستحلفك بالله. كيف تفسر سعادة السفير، كيف تفسر الموقف الأساسي والمشهد الأساسي داخل مطار جدة؟ البيان الصادر عن السفارة اليوم يزعم أنه وجد بحوزته رقم محدد، رقم كبير 21,380 حبة. يا أستاذ يسري الرقم الكبير الذي تذكره هذا من السهل جدا يعني إدخالي في عباءات قليلة، يعني المهم تفضل كمل. قبل الدخول في ذلك زوجته كانت معنا الهاتف، واعتقد ان سعادتك سمعتها قالت انه بمجرد تقديمه جواز السفر والكشف عن اسمه على الكمبيوتر يعني اخذ منها. ارجو يا استاذ يسري ان لا تعتمد بعد القصة التي اختلقت في موضوع الجلد والسجن والصدور الحكم الغيابي على روايات يعني لا استطيع ان اجزم بصحتها وعدم صحتها. الشيء الذي تعرفه أنت وأنت رجل سافرت إلى أوروبا وأمريكا أن كل الحقائق قبل وصولها إلى السير الذي تتحدث عنه يتم تفتيشها بوسائل أنت تعلمها. يستطيع كل من في هذه القاعة قبل صعودها إلى الركاب أن يعرف إذا كان فيها مخدرات أو غير مخدرات. فيعني هذا الأمر لا تعتمد عليه كرواية حقيقية إلا إذا كان لديها شهود عدول يؤكدون هذه الواقع. هو اولا بداية يعني احنا عندنا عدد لا بأس به للأسف الشديد يعني نعم من مهربي الحبوب المخدرة الى المملكة العربية السعودية. نعم. بيتم التفتيش بدقة كويس في أمتعة القادمين. نعم. هو جه فجر يوم 17. نعم. هو والمدام بتاعته مع مجموعة من الإخوة لأداء العمرة. نعم. بتفتيش الحقائب بتاعته لقوا معاه 21,000 قرص مخدر، عقار مخدر اسمه زيلكس. اسمه زانكس. ايوه. كويس. متخبية في عبوات حليب جهينة. وداخل صناديق الصندوق المخصص لحفظ القرآن الكريم. نسخ القرآن يعني. نعم. وهو اقر بهذا وكتب ان ديت بتاعت حيازته، واقر اقرار شخصي منه بتوقيعه على هذا. والعنصرية طلعت في العنصرية في جدة طلعت على هذا التوقيع، واطلعوا على صور للمواطن مع المضبوطات واقرار الشخص. لانه كان في كلام عن انه يعني اضطهد لآرائه السياسية. اضطهد لآرائه السياسية، كلام اللي اتقال قبل كده ان في قضية واتحكم عليه فيها غيابي، وان اتحكم عليه بسنة سجن و20,000 جلدة، وان البتاع ده هيتم تنفيذه يوم الجمعة. كلام الداخلية أكدت عدم صحته نهائيا. حضرتك احنا بنعرف كل اخباره من التلفزيون، احنا عرفنا حكم السنة والجلد من التلفزيون، ودلوقتي عرفنا موضوع الحبوب المخدرة دي برضو من التلفزيون. احنا محدش بيخاطبنا ومحدش بيقول لنا اي حاجة، واحنا ما نعرفش اي حاجة. يعني الاول لما قالوا حكم سنة و20 جلد احنا ما كناش نعرف، ودلوقتي احنا مش عارفين ايه الحكاية برضو، احنا مش فاهمين حاجة. طيب ما فيش حاجة اسمها حكم صدر فيه وقفا للكلام ده يعني. لم يصدر ضده حكم، لم يكن سينفذ بحقه الجلد طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية. ما فيش حكم اصلا. ما فيش حكم اصلا، هو ضبط باقراص مخدرة عكس القوانين المرعية
عكس اي قوانين مرعيه في الدنيا بحالها. في الدنيا بحالها، وقد اعترف بهذا. ايوه، واقر بهذا ان دي كانت في حوزته. طب ما خلاص، ما كده الموضوع خلص. ما الموضوع خلص وهو لم يقدم الى المحاكمه بعد. أمال هو لم يقدم الى المحاكمه بعد، ولم يصدر ضده احكام بعد. ما اعرفش انا التأليف اللي بيحصل في مصر ده بيجيبوه منين؟ انا مش فاهم الحقيقه يعني. ده في النهارده وقفه احتجاجيه وفيها مئات. الوقفه الاحتجاجيه دي بناء على المعلومات اللي طلعت انه طلع عليه حكم غيابي عشان اسباب هو بيقول عليها ما اعرفش ايه، سياسيه ومش سياسيه، اسباب سياسيه واهانه ومش معتقلين وصدر ضده حكم وهيتنفذ الحكم. كل القصص دي كلها وكيل وزاره الداخليه النهارده قال لي ما فيش اصلا احكام ضده، وهو يعامل بشكل جيد مثل اي مسجون اخر وكل هذه الامور. وللاسف الشديد ارجوكم تنبهوا الناس ان الحبوب المخدره جريمه في السعوديه وفي مصر وفي غيرها.